طولت عليكم وعارف ان انا خدتكم يمين وشمال وفوق وتحت واخر الماتش بعد اول الماتش ولخبطه. خلينا كده، قريت بوست واحد صاحبي بعت لي بوست لشادي حبشي، يعني ايه، في تقريبا نفس الكلام اللي قلناه ده بس مترتب. فخليني اقراه لكم كده وبعديها اقول لكم السلام عليكم ونشوفكم بقى بعد ماتش بالميراس. شادي حبشي بيقول ان الاهلي عمل شوط اول ممتاز، وبيقول ان هو لولا اصابه امام عاشور كان الاهلي ممكن هيبقى افضل من اللي حصل، يعني افضل من الشكل اللي كان موجود. بيقول من غير ما اعرف اي كواليس تريزيجيه خد الكره البنالتي بالعافيه. هو خد الكره البنالتي بالعافيه ومحمد يوسف عايز يغرم. قفشه بيلعب كوره اتلغت، قفشه بيلعب كوره اتلغت من ايام البطوله بتاعه 2021 لما خدناها من كايزر تشيفز. من بعدها مفيش قفشه، من بعدها حرفيا مفيش قفشه. لا يصلح. مستني اشوف المدرب هيكون رد فعله ايه على الكلام ده. هنشوف. كاتب برضو ان حسين الشحات بيهرج. حسين الشحات مش لعيب كوره اصلا، لا يصلح للنادي الاهلي ولا يصلح لاي فريق حتى في الدوري المصري. محمد هاني نفسي محلل اداء يفرجوا على شويه لقطات وقرارات ليه عجيبه. احنا قايلين يعني سبحان الله. تريزيجيه عمل شوط هايل، مروان عطيه عالمي، بالرمضان حاجه نظيفه قوي. زيزو برغم الغياب عمل 70 دقيقه محترمه وتسبب في بنالتي. الشناوي النهارده ده الشناوي بتاع اوروجواي، لا الماتش ده اصعب من اوروجواي كتير يا شادي. الماتش ده اصعب كتير من اوروجواي. اللي هو عمله النهارده ده ما يتعملش. نسيت ياسر ابراهيم وكالعاده عالمي في الماتشات الكبيره. ما اقدرش احكم على مدرب بعد ماتشين بس، النهارده شويه تغييرات وقراءه ماتش او قراءه ملعب مش مطمئنه. كلامه حقيقي جدا، وفعلا قرايه الملعب مش مطمنه، بس برضو هو الراجل ستيل مش عارف امكانيات لعيبه الاهلي بالشكل الكافي ان انت تحكم عليه او تحكم على ادائه.